بسم الله. وأول حاجة أحب أبدأ بيها الصلاة على سيدنا محمد. وما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب واشتركوا في القناة. ويلا فعلوا رمز الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وعيلتنا تكبر معاكم. سهى، قلتي ايه؟ انت معايا؟ طبعا. جهزي لي شنطة هدوم وأنا هاجي أخده. ولو ما شلتوش الأرض أشيله فوق دماغي وفي قلبي. أنا وولادي هنخدمه وربنا ما يحجوش لحد أبدا. نورت البيت يا حبيبي. البيت منور بيك يا سهى. معلش يا حبيبتي، هتقل عليكي، بس مش عارف اعمل ايه. ما تقولش كده يا حبيبي، ده انت اخويا وابويا وكل ما ليا، وبيتي وولادي تحت امرك وتحت رجليك كمان. ماما، خاله احمد نفسيته وحشه قوي وانا مش عارف اعمل له ايه. طبعا يا خالد، هو اللي حصل له ده كان شويه؟ لا يا ماما، خاله مش متاثر بموضوع الحادثه على قد ما هو مأثر فيه اللي عملته فيه طنط هاجر مراته. ازاي يا ماما تخرجه من بيته وما تستحملوش في تعبه؟ حاجه صعبه قوي على اي راجل يا ماما. كبرت يا خالد وبقيت بتفهم كل حاجة، بس اوعى تكون متضايق ان خالك قاعد عندنا. لا طبعا يا ماما، ما تقوليش كده، خاله في عينيا. انا بس بتكلم على موقف طنط هاجر، بتيجي كل يوم شوية وتمشي كأنها ضيفة. مش عارفة اعمل ايه يا ماما. احمد بقى متغير قوي، كل مرة بروح له ما بيرضاش يقابلني وبيشوف البنات بس. ما انا ياما قلتلك يا هاجر، اللي انت عملتيه ده كان غلط. بقى في واحدة تخرج جوزها من بيته عشان تعبت من خدمته وتخليه يتكشف على واحدة غريبة حتى لو كانت أخته وولاد رجالة كمان؟ أعمل إيه بس يا ماما؟ ما أنا ما قدرتش أتقبل الموضوع، ما قدرتش أشوفه كده. على العموم هو بقى أحسن من العلاج الطبيعي، ويا دوبك يعني الحمد لله بقى بيعرف يمشي ويخش الحمام لوحده. وخلاص أنا هكلم سهى وأقول لها ترجعه البيت. سهى، انا جايه عشان اخد احمد النهارده وارجعه البيت. كفايه عليكي كده، انت استحملتيه كتير. ابدا، اخويا مش هيمشي من هنا ابدا الا بمزاجه. انا هفضل طول عمري شايلاه في قلبي على طول وفوق راسي كمان. طيب يا سهى، ارجوكي كلميه وحاولي معاه، عشان انا حاسه ان هو متغير ومش عايز يتكلم معايا ولا يشوفني. ماشي يا هاجر، هحاول اتكلم معاه، بس عشان خاطر البنات مش عشان خاطرك انت. اصل اللي انت عملتيه فيه بصراحه مش سهل. الراجل ما بيستريحش غير في بيته، وبعدين ما بيتكسفش من مراته، لكن انت حرمتيه من الاتنين. خلاص انا هتكلم معاه، مع ان انت موقفك صعب. احمد يا حبيبي، انت الحمد لله بقيت احسن من الاول وخلاص، مفيش عكاز. ايه، مش ناوي بقى تروح وتنور بيتك؟ ايه، انت خلاص يا سهى زهقتي مني ولا ايه؟ انا؟ لا طبعا، بيتي هو بيتك، انت فوق دماغي يا اخويا. انا عارف يا حبيبتي، انا بس بهزر معاكي. بصراحة كده هاجر كلمتني كتير، كل شوية تقولي عايزة أحمد يرجع البيت عشانها وعشان البنات. بيتي؟ بيتي اللي طلعتني منه وأنا على كرسي مش قادر حتى أمشي على رجلي، وحرمتني إن أتستر فيه وعرتني. أنا جوايا كتير يا سهى. خلاص، هاجر دي انتهت بالنسبة لي، وبناتي هيفضلوا بناتي وهصرف عليهم طول عمري. لكن هي خلاص، أرجع لها إزاي؟ دي ما شالتنيش وقت تعبي، وأمن لها تاني إزاي؟ أنا ندمانة ومش عارفة أتصرف. نفسي أحمد يسامحني ويرجعلي وأنا هكون ليه ونعمة الزوجة، بس مش عارفة أعمل إيه. ويا ريتني ما عملت كده. ويا ريت أي واحدة بتسمعني لازم تفهم، لو جوزها راجل وصاينها وشايلها فوق دماغه، هي كمان لازم تشيله فوق دماغها وجوه قلبها. لأن الراجل لو حس إن مراته مش واقفة معاه في وقت شدته، عمره
ما هيديها الأمان تاني. وبكده خلصت قصتنا، بس لسه حكايتنا ما انتهتش. استنوني في قصة جديدة. بحبكوا قوي.